اللي اتغير بقى للاوحش، و10% اللي بقى كويس معايا ولسه فاكر ابويا وبيحب ابويا وبيتكلم كويس والحاجات دي كلها. الله يرحمه. انا شايف ان انت واخد كاركتر الوالد في كل حاجه، في شكله وفي صوته وطريقه. الله يرحمه. الله يرحمه. ده نور عينيا، والله العظيم نور عينيا. طبعا الله يرحمه. السؤال الثاني، محمد عادل عامل النظافه حديث السوشيال ميديا اليومين دول، وعمل ضجه كبيره قوي على السوشيال ميديا، وظهورك معاه الفترة الأخيرة في ناس قالت إن أنت منسي وعايز تركب الترند، رد تقول إيه عليهم؟ لا ما ردش عليهم، عشان أنا مش هرد على دي، عشان أول حاجة أنا ما طلعتش معاه قبل كده غير هي مرة واحدة، يعني هي واحدة بس اللي هو جالي البيت عشان عرف إن أنا تعبان، يعني هو عرف ان انا عيان فجالي البيت. تاني حاجة هو كان ماشي مع عصام اخويا مش معايا انا، يعني هو كان ماشي مع عصام اخويا ومش معايا، بس الواد بيحبني قوي، يعني محمد بيحبني قوي. بعد ما زعل هو عصام اخويا لقيته بيكلمني وجالي البيت مرتين. اول مرة جالي عشان يزورني كنت تعبان شوية، بعد كده بقى يسأل عليا ويقول لي كل الناس بتجيب سيرتك بالخير وانا بحبك، وعم عصام بهدلني. وانت شايف ان اخوك عصام بهدله؟ هو عصام اخويا من بداية الحكاية، من بداية الموضوع اصلا غلطان. غلطان في ايه بقى؟ هقول لك على حاجة. المفروض عصام ابن شعبان عبد الرحيم، يعني لا مؤاخذة في الكلمة، ابويا مش قليل. ابويا راجل عالمي، مش عالمي. انا مش بقول كده عشان هو ابويا، لو واحد غير شعبان عبد الرحيم هنقول ليه تاريخ كبير في الوطن العربي كله. تمام. ايوه لازم نحافظ على اسمه، صح كده؟ قصدك تقول كده؟ تمام. فالمفروض انا ما ببوظش اسم ابويا عشان اي حاجه، او بلاش دي، ما ينفعش اخلي الناس تاخد فكره عني. على الاقل سؤال زي اللي انت سالته لي دلوقتي، تقول لي انت عامل النظافه ومشيت معاه عشان بدات تتنسي والناس تفتكر شعبان عبد الرحيم.